لغز أهرامات الجيزة. هل عرف المصريون القدماء أسرار الكون؟ بعد غياب طويل، عاد فرانك هوغربيتس راصد الزلازل الهولندي ليكشف سراً جديداً عن أهرامات الجيزة، لغز قد يغير كل ما نعرفه عنها. هوغربيتس يزعم أن الأهرامات بنيت وفق معرفة فلكية متقدمة تشمل أحجام الكواكب وسرعة الضوء ونقاط الأوج، أشياء لم يكن المصريون القدماء على علم بها. الثقوب المستديرة في الجرانيت ونقل الحجارة الضخمة لمئات الكيلومترات، كل ذلك يشير إلى دقة هندسية مذهلة تتحدى تاريخ المصريين. هرم خوفو يقابل الأرض، خفرع يعكس الزهرة، ومنقرع مرتبط بعطارد. النسب بين الأهرامات والكواكب تكاد تكون متطابقة بانحراف لا يتجاوز 0.2%. هوغربيتس وضع معادلات تربط بين أحجام الأهرامات ووحدة القياس المصرية الذراع وحجم الكواكب وسرعة الضوء، مما يطرح سؤالاً صادماً: كيف عرف المصريون القدماء كل هذا؟ لكن عالم الآثار زاهي حواس يوضح أن بردية وادي الجرف تثبت كيفية بناء الأهرامات ونقل الحجارة عبر مراكب النيل، مؤكداً نفياً قاطعاً لأي علاقة بالكائنات الفضائية. الجدل مستمر: هل الأهرامات مجرد إنجاز بشري مذهل، أم أن هناك أسراراً كونية لم نكتشفها بعد؟